حلو، اشتركوا قبل لا تشاهدون الفيديو عن طريق الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار وكل القرارات توصلكم اول باول. مثل ما تعودون نقول لكم اخر الاخبار نوضحها لكم. طبعا بعد المظاهرات اللي صارت وبعد الطلبات اللي صارت من النواب للوزارة وبعد ما مديرية تربية واسط والى اخره الكل طالب بان تبقى الحذوفات تقلصت لهذه السنة. اخر شيء قبل قليل لجنة التربية النيابية وكذلك النائب الأول في لجنة التربية النيابية اللي هو محمود القيسي قدم طلب رسمي إلى وزير التربية بخصوص تكييف المناهج. قدمت التربية النيابية طلبا رسميا لتكييف المناهج لطلبتنا الأعزاء، وقد تفاعل معالي الوزير مشكورا مع مقترحنا وأبدى اهتمامه وأوعز إلى المديرية العامة للمناهج بدراسة الملف، بعد أن اتفقنا على تشكيل لجان متخصصة من الخبراء والأساتذة المختصين لحسم الجدل حول الموضوع، مع مراعاة أن يظل المنهج العراقي ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة من اليونسكو. بشكل رسمي لجنة التربية النيابية قدمت طلب رسمي إلى وزارة التربية. وزير التربية تفاعل مع هذا الشيء وقال راح ندرس الملف إن شاء الله مع الأعضاء المتخصصين وكذا خلال أقرب وقت، وقال إحنا إن شاء الله يعني راح نحسم هذا الموضوع، نحسم هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله عن قريب ما بقى إلا القليل. وبحسب النائب أو كلام النائب لجنة التربية النيابية محمود القيسي وكذلك جريدة الصباح العراقية ووزارة التربية، وزير التربية تفاعل مع الملف الخاص بالحذوفات والتقليصات للطلاب، وقال إن شاء الله عن قريب نحسم هذا الجدل بعد ما راح نسوي لجنة وكذا ونشوف شنو نسوي بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع التكييف والحذوفات والتقليص. فإن شاء الله الخير قادم لكم بحسب هذا الكلام إن شاء الله. خلينا نتأمل بالوزارة خير. فاطلعوا الفيديو اشتركوا بالقناة وانتظرونا. أي شيء يصير في هذا الموضوع أو أي خبر أو أي قرار يوصلكم أول بأول. اطلعوا الفيديو اشتركوا بالقناة وانتظرونا.